السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى واجمل متابعين في الدنيا؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب يوصلكم الفيديو وانتوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل تورتاية كده جميلة وبسيطة جدا، بمناسبة يعني مش عملنا عيد ميلاد ولا حاجة، لكن حبيت افرح الولاد كده. عملت لكل واحد واحدة في اليوم بتاعه، بس جمعتهم في فيديو واحد يعني. سهلة وجميلة ولذيذة جدا، هشة جدا. يا رب تتابعوا الفيديو للآخر وهتعرفوا كل التفاصيل. معايا 5 بيضات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 5 بيضات، رشة فانيليا، معلقة خل صغيرة عشان ريحة البيض. الخل ده ما بيخليش ريحة للبيض نهائي. نص كوباية مية. كل المقادير نحطها على بعضها وهنضربها مرة واحدة. 40 جرام محسن جل. المحسن الجل ده الميزة بتاعته انه ما بيخليش الكيك يهبط معاكي. اسفة على اللي حصل، تقريبا كده الحامل اللي اتحرك من غير ما اخد بالي، فطبعا التصوير مش مظبوط، لكن كل المكونات هقولها لكم وهنضربها مرة واحدة زي ما قلت لكم. نزلنا بمحسن الجل، هو مصري، ومعلقة صغيرة من شيف كيك شيف، والدقيق 250 جرام دقيق، كوبايتين هرميين، وربع كوباية نشا. النشا ده بيخليها ناعمة كده وجميلة، وبصراحة احسن من دقيق السبونج. ولا دقيق السبونج غالي ولا طعمه مش حلو كمان دقيق السبونج. يعني انا عملتها قبل كده، وعملت واحدة بدقيق السبونج وعملت واحدة بدقيق العادي زي دي كده. كان طعم الدقيق العادي اللي هو متعدد الاغراض، يعني بتاع اي حاجة اللي بنعمل منه اي حاجة، مش دقيق للكيك يعني كمان ولا كده. طعمه كان احسن من دقيق السبونج. هنضربه كويس اوي لحد لما يبقى عامل زي الكريمة، بيض كده وبقى جميل. كل شوية بنقلب من الحروف ومن تحت، والتقليب يبقى في اتجاه واحد عشان ما تهبطش الكيكة مننا. بجد سهلة وجميلة جدا، لا اله الا الله. خلاص بقت جميلة اهيت ومظبوطة 100%. هنحط بقى الكيكة العجينة في الصينية. ممكن تحطيها في صاج كبير بدل ما تقطعيها، بدل ما تقطعيها بالسكين. تعمليها بقى طبقات برضو، كل طبقة يعني تقطعيه بقى زي ما انت عايزة. الصاج نصين 4، زي ما انت عايزة تعملي الطبقات بتاعتها. عايزة تعمليها طبقتين 3 4 براحتك خالص، تعمليها زي ما انت عايزة تعمليها في صينية زي كده، وبرضو تعمليها طبقتين او 3 برضو براحتك. بنحاول نخرج الهواء منها ونخبطها خبطتين كده عشان بيبقى فيها هواء كتير جدا، عشان مش تعمل فراغات كبيرة. وبرضو لقيت فيها فراغات كبيرة، بس بنسويها بقى بالحاجات اللي بتطلع نشيل الوش كده والجناب. لو في اي حتة فيها فراغات بنحط منها فيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا لازم يا جماعة تسيبيها تعمليها بالليل مثلا وتسيبيها للصبح، او تعمليها من اول النهار وتزينيها بعدها ب4 5 ساعات. ضروري يعدي عليها 4 ساعات على الاقل. معايا نص كوباية حليب عشان نعمل الشوكولاتة. نص كوباية حليب، كوباية هرمية لبن بودر وزنها 100 جرام.
حليب البودر. وزن الحليب البارد 130 جرام. الشوكولاتة الكاكاو 90 جرام، كوباية مليانة كده 90 جرام. ضربنا كل المكونات كده في بعضها برضو، ونحاول بقى نضربها كويس قوي عشان مش يفضل فيها اي كتل خالص، كلها تتقلب في بعضها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسيطة طريقة الشوكولاتة ديت بسيطة جدا وسهلة، واي حد يقدر يعملها. تزيين الكيك، تغطية لو كنا عايزين نغطيها كلها بالشوكولاتة كنا هنغطيها برضو بالشوكولاتة، ونزينها مثلا بحاجات تانية معاها نكسر اللون يعني. هننزل بقى في الكسرولة كده بكل كمية الشوكولاتة، وهنروح بيها على النار. اول ما تبدأ تسخن نضيف عليها مكعب يعني معلقة زبدة مش كبيرة، ومكعب شوكولاتة، مكعبين شوكولاتة خام. بتديها طعم والزبدة بتديها لمعة جميلة جدا، بصراحة طعمها كان جميل جدا. هنبدأ بقى نشيل الوش خالص والجناب، عشان لما نسقيها بالشراب سكري او تسقيها حليب. صراحة انا بسقيها حليب احسن من الشراب السكري. هي فيها فراغات برضو، مع ان انا خبطتها على الرخامة خبطتين 3 جامد، الخشبة بتاعة الشيش طاووق عملتها زي ما شفتوا، برضو فيها فراغات. شايفين طرية وجميلة ازاي؟ جميلة جدا وبسيطة، اي حد يقدر يعملها يعني، مش هتخاف انها تهبط منك عشان محسن الجل. هنعمل الكريمة بقى. معايا كوبايتين كريمة. طبعا انتي تحكمي في الكريمة براحتك خالص، عايزاها طرية للحشو بتطريها، عايزاها تقيلة شوية تعملي منها ورود كده على التورتة بتقليها شوية في ايدك، مش تقلبي اللبن مرة واحدة يعني، لا شوية شوية، عشان مش تحتاجي كريمة ويكون مش عندك ولا كده، لا حطي واحدة واحدة كده وسويها. طبعا سقينا الطبقة الأولانية برضو بالحليب. طعم الحليب مع أحسن من المية، لأن احنا عاملينها بمية، محطناش على عجينة التورتة حليب، عجناها بمية. عايزين تعجنوها بحليب برضو مش في مشكلة خالص. هنسوي كده زي ما انتوا شايفين. طبعا انا عملت ديت اللي في الاول كنت عاملاها لابني، ودي كنت عاملاها للبنت، الاتنين اجمل من بعض، طعمهم تحفة ما شاء الله يعني. ننزل بقى بالصوص الشوكولاتة في النص كده، برضه حبيتها تكون بسيطة وجميلة كده سهلة، اللي عايز يعملها مش يعني مش هيحتار في العمايل، حاجة بسيطة خالص، شوية الوردات وشوية شوكولاتة كده في النص وخلاص على كده، جميلة جدا ما شاء الله. يا رب اللي يعملها ويجربها ما ينساش لايك وشير واشتراك، فضلا وليس امرا. اجمل متابعين واغلى متابعين في الدنيا، ربنا يحفظكم ويسعدكم يا رب. طرق التزيين يعني كتير جدا، بس انا اخترت حاجات بسيطة كده. معايا كرز كده قطعته وحطيت منه على الوردات، يعني كسر اللون الابيض، والشوكولاتة برضو كسرت معانا اللون الابيض. شكلها جميل وطعمها لذيذ. صحة وهنا حبايب قلبي، اللي يعملها وجربها بالطريقة ديت تعجبكم ان شاء الله. بسيطة جدا يعني، مش متظبطة، مش محترفة ولا حاجة يعني، على قدي برضو، بس لذيذة جدا. هتشوفوها من جوه زي التانية برضو شفتوها في الأول، بجد تحفة. لا إله إلا الله، نتقابل في فيديو تاني إن شاء الله.
يكون جميل ولذيذ كده زيكم.